نهضروا في هذه الناحيه كما كنقولوا حنا السلسله عارف شي ضروري تختار الهضره دابا بزاف ديال الناس في العالم وكذا ودوا على هذا الشيء مشاهدات بزاف. شكون اللي ترجع عليه الفضل؟ شحال هادي بنادم كان كيمشي بزاف للبوب. الراب خاصهم غير التعاون صراحه، غير يتعاونوا الدراري يتعاونوا مع بعضياتهم. مرور حق نقول لك المورفين انكوني والفرده كيبقاو ايقونه في الراب المغربي. مثلا يكون مادي. خصوصا الا كان مادي يقدر داك الشيء يوتر العلاقه ما بين الدراري ولا حيت كيدوي على الواقع. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست عادي. اليوم خرجنا باش نشوفوا الشعب الكازاوي والراي ديالو في الراب المغربي. مزيان ليتس جو بودكاست خويا. سلام خويا بخير. مرحبا. الله يحفظك خويا. شنو كيبان لك في الراب المغربي؟ في الراب المغربي كان زوين ديجا، دابا بداك الشيء بدا كيتبدل مع الوقت. تا عارف شي ضروري تختلط الهضره دابا، تا عارف فهمتيني، باش كيطلع مشاهدات بزاف. وهذا كيفاش غادي الراب المغربي في البلاد؟ غادي بصراحه هو زوين ما احسن. مرحبا. كيفاش تيبان لك الراب في المغرب؟ الراب في المغرب دابا غادي مزيان غادي في واحد الخطى ثابته، و كيف ما كنشوفوا القاعده الجماهيريه بدات تكبر في الراب المغربي، وهذا شي حاجه مزيانه للشباب وبالنسبه لينا. البوبليك بدا تيكبر بطبيعه الحال. بدا تيكبر بزاف. حنا كنشوفوا كلشي في لي فيستيفال، كنشوفوا كلشي وخصوصا الوطا ديالنا المغاربه كاع. واش غادي في تطور ولا غير البوبليك اللي كثر؟ لا غوا بما انه هو غادي في تطور، بما ان البوبليك كبر، ما حد داكشي غادي شكون في اللي في نظرك تطور. شكون اللي طور الراب؟ بيان سور شكون اللي ترجع عليه الفضل؟ واش الجينيراسيون الاولى والثانيه والثالثه ولا واحد فيهم؟ لا هو الا جينا نهضروا في هذه الناحيه كما كنقولوا حنا السلسله. السلسله ما حدا غادو كتكبر، وما حدا غادو كتشد في راسها. دونك انا باش يبان لك بان دوك الدراري قدام راه كانوا عليها، فهمتي، كان عندهم واحد الساس صحيح تبارك الله. وهذا الشيء باش شفنا واحد الجينيراسيون زوينين اللي واصلين لهم حتى لدابا وزادوا في خويا شنو كيبان لك في الراب المغربي؟ خويا في نظري باللي الراب المغربي غادي في واحد التطور اللي هو زوين بزاف. باللي شحال هادي بنادم كان كيمشي بزاف للبوب اللي كانوا كيمشي لهم بنادم بزاف في 2018 2019 بحال سعد مجرد، بحال حاتم عمور. داك الشيء اللي كاين، وكاع داك لي بيبليك ولا كيجي سميتو لداك الراب ولا دار الراب. داك الشيء نيت. والدراري بزاف طلعوا مع البواق وكذا، الدراري تبارك الله عليهم. الجينيراسيون الاخرى تبارك الله مزيان. والكونسير ديال الهونغار ديال البواق طلع حتى هو بزاف، وزاد بزاف الراب المغربي، فهمتي، وبزاف ديال الناس في العالم وكذا ودوا على هذا الشيء، وهذا الشيء غادي مزيان بعد الحمد لله. شنو هي الحلقه المفقوده في الراب؟ شنو خاص الراب باش يزيد يديفلوبا مزيان في المغرب؟ الراب خاصهم غير التعاون صراحه، غير يتعاونوا الدراري يتعاونوا مع بعضياتهم. يكون جروب وما يكونش بيناتهم ما يكونوش دايرين داك الشيء على قبل واحد الهدف اللي يكون مثلا يكون مادي. خصوصا الا كان مادي يقدر داك الشيء يوتر العلاقه ما بين الدراري ولا هذا. مي الا كانوا يعني المكاسب الغير ماديه تنفعوا الاندستري وتنفعوا الراب. كيف ما بدات الجينيراسيون مع حليوه والدراري مع حليوه، حتى هما ما بداوش الدراري على قبل فلوس ولا على هادي ولا على هادي، داروا داك الشيء على قبل الموسيقى. منين داروا داك الشيء على قبل الموسيقى، هي الريزولت راه بان تبارك الله. راه الدراري كاملين اللي كانوا في هذيك الوقيته راه هما لدابا تبارك الله باقيين، وجات جينيراسيون اخرى واللي هي جايه منهم وجايه من اللي قبل منهم، والحمد لله هما غادي الدراري مزيان. تيبان الخير زعما غادي تيبان الخير. هما الدراري خاصهم يتعاونوا شويه، يتعاونوا مع بعضياتهم شي شويه وكل شيء فايت، فهمتي، كيف ما الجينيراسيون اللي فاتت دابا راه دازت. دونك شنو عطاتنا حتى هي، وكيبقى شكون اللي عطاو هذا وهذا. كنا كنتصنتوا هذا الشيء ديال التعافر، مرور حاقات شحال من حاجه كنا كنتصنتوا ليها زوينين، فهمتيني، داكشي قديم داز
يعني الاولد سكول داكشي القديم اللي كان في المغرب هو اللي تي انتريسيك انت. هذاك شكون هما المغنيين ديال الراب اللي عندك معاهم؟ اللي مزيانين دابا حد الان مورو مستر كريزي مزيان كنتصنت لهم هادو فهمتيني شي قديم ديالهم داكشي القديم التراكات القدام عارف التراكات كيتبدلوا مع الوقت وهداك الشيء ترى عارف. في نظرك الدور ديال من دابا واش ديال الارتيست ولا ديال البوبليك ولا ديال جو سي با المجتمع ولا الدور ديال المستثمرين باش يطوروا الراب ولا شنو؟ وهي الصراحه باش تطور هي من واحد الناحيه هي كل شيء ولكن علاش الراب طلع مؤخرا وعلاش زعما هو احسن من البوب زعما مثلا؟ حيت كيدوي على الواقع وداكشي اللي كيعيش بنادم في الزنقه وكيعاود بنادم قصه حياته بحال لانكو فهمتي كيعاود شي لعيبات وقعوا ليه فهمتي يعني كيعطي شي نويطات يعني فريمون وقعوا بصح هادشي برك في نظرك شكون هو الرابور زعما اللي في نظرك نتايا عطاه بزاف ومازال يعطيه مثلا؟ كاينين ولكن نقدر نقول لك المورفين وانكونيو والفرده كيبقاو ايقونه في الراب المغربي الصراحه.